السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا اخواتي، ازيكم عاملين ايه، ازيكم يا بنات، ازيكم يا كل اللي بيشوفوني وهيشوفوني ويتفرجوا على قناتي. يا مرحب بيكم في قناتي يا رب. النهارده هنعمل شوية جرس كده. معايا كيلو دقيق، معايا كيس خميرة، حطيت هنا شوية مية دافية زي دمع العين، ذرة ملح، معلقتين سكر. يلا هننزل بالخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الاقي بس المقص. بسم الله الرحمن الرحيم. كيس خميرة فورية، هي معلقة اصلا اللي فيه. هننخل الدقيق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لو قلنا لا اله الا الله لازم نكملها بمحمد رسول الله او سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يعني مفيش بركة او ربنا مش هيبارك في كلمة لا اله الا الله، اللي هو اسم جلالته. كلمة لا اله الا الله دي اسم الجلالة، اسم الله الجلالة، يعني اسم عظيم. الا اذا قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا واجب علينا نقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. محدش يا جماعة يقول لا اله الا الله ويسكت. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، علشان ربنا يبارك لنا في كلمة لا اله الا الله، علشان نلاقيها في صفحتنا او في صحفتنا، في كتابنا، في التسجيل، في كتاب اللي بنسجل فيه اعمالنا. كلمة لا اله الا الله، كلمة لا اله الا الله بتدخل الانسان الجنة حتى لو كان حياته كلها ذنوب. سبحانك يا رب. يعني واحد طول عمره عامل ذنوب، طول عمره يعمل ذنوب، الله اعلم بذنوبه، ومفروض انه يدخل النار، يعني المفروض انه يدخل النار. اللهم سلم يا رب. ربنا سبحانه وتعالى على ما ربنا يذكرني يا رب، اللهم ذكرني. يعني الكتاب بتاعه كله ذنوب، ما فيش ولا حسنة. قام ربنا قال له يعني افتح كتابك هتلاقي فيه، هتلاقوا له حسنة، هو عنده حسنة. قال له يا رب انا ما عملتش حسنات في حياتي، انا حياتي كلها ذنوب. قال له انت عند في كتابك كلمة لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جماعة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة لا اله الا الله، مع انه طول عمره طول حياته في ذنوب، دخلته الجنة، محت ذنوبه. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا يا رب، اللهم امين. بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل اعمالنا يا رب، اللهم امين. اللهم تقبل منا يا رب، اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا يا رب، اللهم تقبل منا يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امرنا وفرج كربنا واشرح صدرنا وارفع قدرنا يا ارحم الراحمين، اللهم امين.
طيب انا هجيب الزيت ونرجع مع بعض. توكلنا على الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا حبايبي، الخميرة تفاعلت معانا هي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا هحط هبس الدقيق الاول وبعدين انزل بالخميرة. تفضلوا معايا الشاي اللي من غير سكر على الريق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالزيت، كوباية زيت معايا اهي يا حبايبي. ليه مج الشاي، مج وسط، وليه كيلو دقيق. هنزل كوباية الزيت دي عليه، زيت عافية، زيت من الحلو. بلاش نحط على الجرس والكيكات والحاجات دي زيت التموين، معلش هو الزيت دي غالي اي نعم، بس احنا ايه هنحاول يعني نحط زيت كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عايزه احاول بس الزيت ما يتبعترش مني في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش حاجه سيلت معايا. احنا كده بسينا وحطينا الخميره، هنشوفها بقى بعدين ان شاء الله. انا حطيت شو يطلع معلقتين او 3 معالق سمنه بلدي بعد ما عجنت اهي. هي جايه من البطرمان على طول، هي فكه سبحان الله، مش عارفه ليه مش رابطه معايا. يلا لميت عليها العجينه كده. سبحانك يا رب. مفيش احلى يا حبايبي، مفيش احلى ولا اطعم ولا اجمل من صنع الله. بصي يا حبايبي، حطيت كوبايه الميه، حطيت ميه عليها، طب مش عندي لبن، حطيت كوبايتين ميه من المج ده اهو اللي انا معبره بيه الزيت، يبقى كوبايه زيت على الاخر ملانه على الاخر، وكوبايتين ميه. الكوبايه التانية هنقول ناقصه حوالي معلقه ميه او معلقتين، ناقصه حاجه زي بسيطه يعني من سنتي كده. خلاص يا حبايبي، وكيلو دقيق. بصي يا حبايبي انا هعمل ايه. قصت كف ايدي زيت، دي الكيس اللي لسه مفضيه منه الدقيق، يعني الكيس نظيف الحمد لله. اخد العجينه كده كده، انتوا عرفتوا انا هعمل ايه اهي في قلب الكيس. طب ليه عايزاها زيت يا ابو شيماء؟ علشان لما تخمر واجي اطلعها مش تكون لازقه في الكيس. ريحه الزيت دي هتعزل ما بين العجينه وما بين الكيس ان شاء الله. طيب نغطيها كده تاني. اظن الكيس دي يعني كفيله بتخمير العجينه. انا حاطه العجينه اصلا خامره، هشوف لها فوطه نظيفه واحطها عليها كده عشان برضو تدفيها، وهنرجع واحنا بنقطع باذنك انت يا رب. يلا يا حبايبي
شفتوا عجينتنا عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يلا ربنا يجازينا ويجازيكم خير يا رب، اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا يا حبايبي؟ انا مش عايزه الكيس هقطعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه راي حضراتكم؟ ايه راي حضراتكم اي حاجه يعني. احنا سبحان الله حاجه بسيطه بس مهمه. يلا هنهبطها من التخمير، نطلع منها الخميره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلاص طلعنا منها الخميره ما شاء الله. الله اكبر، حاجه حلوه. طب الزمن. طيب هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطعها كده صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الأطفال اللي عندي اللي ياخد قرصة ياكلها على طول، ما يرميش منها. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين يا حبايبي تحشوا سكر على قرفة. انا كنت عايزه احشيها قرفة بس انا نسيت اجيبها مع الطلبات. يبقى احنا ايه، هنعين السكر مش عندي قرفة. سبحان الله. هنحطها هنا. هي لسه هتخمر تاني وهترفع. دي بقى ميكس الخميرة الفورية، هي سريعة. يا حبايبي خلصت. ادي اول صاج. بعمل الاضاءة بس. دي اول صاج عملته. ودي تاني صاج. هي ممكن تتسوى دلوقتي بس مش هسويها دلوقتي. وهنا شوية على الصينية فاضي اهما. هسوي واحد من دول، احط المعمول الاول وبعدين ابقى انقل دول عليه. خلاص. هغطيها كده بالكيس اللي مدهون زيت ده، وانا بسوي ان شاء الله ونشوف كده ربنا يصلح الحال. هنسيبها كمان، هنقول مثلا من تلت ساعة لنص ساعة تخمر كويس وبعدين نبتدي نسوي. خلصنا السواية يا حبيبي. بصي بصي يا حبيبتي اهو، اللهم صل على النبي. ايه رايك؟ هنا شويه كمان. دي الصاج الاول التاني، وده الصاج الاولاني اللي عملناها اول مره. بسم الله الرحمن الرحيم. ده هيخش تاني الفرن ولا ايه؟ طيب هنوريكم التسويه دي. وغاشه انا هاخد ده احطه بس ثواني في الفرن من تحت عشان لسه عايز حبه من تحت.
طيب علشان ادانها طريقه معايا اعمل ايه؟ هروح عامله دي كده كده. لو انا هاكل منها على طول حاجه مش مستاهله اعين، هسيبها لما تبرد خالص تبرد. ولو انا عايزه اعينها في الفريزر هروح احطها في اكياس بس تبرد، بس ما تستناش يوم ولا بالليل ولا حاجه، وتروح حطها في الفريزر. هتيجي تطلعي منها انت لسه عاملاها دلوقتي، ولا عايزه تسخين ولا عايزه حاجه. يلا هنكمل بقى تسويه. بص الباقي زي ما انتم شايفين كده، واروح مغطيها بالفوطه. وبألف هنا شفا على قلوبكم. مش تنسوني من اللايك يا حبايبي والاشتراك يا حبايبي. ربنا يخليكم ليا في حياتي. النهارده الجمعه زي ما قلنا، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.